البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. أتمنى يا رب يكون هذا العيد لقاكم بأحوال جيدة إن شاء الله. الناس المغرب طبعا اليوم الخميس اللي عاد معيدين، احنا هنا في عمان عيدنا الأربعاء، واليوم الخميس عندنا تاني يوم عيد. أمس صراحة صورت معكم بس لقطات بسيطة بشاركها معكم في آخر الفيديو، واليوم تاني يوم اللي هو عاد بيكون نفس الشيء، عندنا شوة وعندنا أشياء لازم نسويها. عارفين أمس ما قدرت أصوركم، أمس ما كشخت ولا سويت أي شيء لأني صراحة ما قدرت، لأن من 6 الصباح وأنا قايمة للي الساعة 12 بالليل وإحنا بعدنا ما خلصنا. يعني أحس انهديت، ظهري انقص والله العظيم انهديت. فعارفين بحكم بس أنا وزوجي في البيت، ما عندنا مساعدة، ما عندنا حد يساعدنا، ما عندنا شيء. أختي والأولاد في المغرب، وأخويا جاء لين العصر كان مسوي مع أصحابه، فجاء لين العصر شارك معنا شوية وبس. المهم شاركت معكم بعض اللقطات مال أمس، واليوم عاد كأني معيدة مع المغرب. اليوم عاد بيكون شوا، بيكون ربشة العيد والفطور. هذا الفيديو جو الصباح، قبل الصباح أول شي كشخت لبس عشان أحس بالعيد، وعاد روحتو سيدا للمطبخ عشان نجهز فطورنا بعدنا ما فاطرين، وبنشوف أي شيء سويناه بشاركه معكم، فخليكم معنا. وهني يا حبابي كان اول يوم عيد، هذه كانت كشخة فضول، ما يطيع ابدا. حاولت اصوره شوية بس ما طاع ابدا يتصور لي. المهم هذه كشختها ليوم العيد، هذه كشخة فضول ما بغاش ابدا يتصور، مخشي تما في القنت في السرير ما بغاش ينوض. تعال عطرك، بغيت غير نعطرو والله ما بغى. تعال اسوي لك عطر. نو نو. هذا خريف ديالنا اخيرا ساليناه، جلسنا هنا لان الحرارة الرويس. مدوش على الروايين، ذبحنا سالينا، وهنا دخلت فرجت الراجل هنايا باش يدخل، وجدت له كل شيء، دخل هو اللحم قطعه صافي. فرشت له انا هادي وحطيت له الماس اللي غادي يحتاجهم. بقى لي انا نزيد هو غسلها شكامبه المنكرشه غسلها، وبقى هاد المصارن خصني نقلبهم. هذا تا هو مصران ما عرفتش شنو هو. المهم هادشي اللي كاين. المهم الكبده هنايا، هي هذه الكبده. احنا ما غاديش نديرو بولفاف، غادي نديرو على طريقته هو. سميتها شي حاجه سميتها قليه، ماشي تقليه، ماشي هذه، غير الكبده واللحم والكلاوي هو اللي غادي يديرها، هي اللي غتكون غدانه. ما غاديش ندير البولفاف حتى لغدا ان شاء الله. عاد غادي ندير بولفاف لان الكبده غير صغيره، غنقدر نخرج للسوق ونقلبوا على الكبده باش ندير، لان اللي مشهيه الكبده هو مشهي القليه ديالتهم. كتجي صراحه هي زويونه، لكن ضروري حنا خصنا تشنشيط المجامر. تعال مامي. المهم الدنيا عندنا مرونه. وهذه هي القليه، انا مشاركه معكم من قبل بالتفاصيل في الفيديوهات ديال العيد اللي قبل، غير الكبده واللحم اللي تيكون فيه شويه الشحمه ديال الكتف بلا عظام صافي، ومعها بصيله اللي هي بصيله مشلضه، ودرنا فيها حتى شويه الزنجبيل طريح كيناه باش الا كان اللحم قاصح يطيب داغي، والملحه
الملحه والفلفل الاسود صافي، والكمون غنضيفو اخر شيء، ولا بغيتو تضيفو حتى القزبر. شوفوا هي ناقصين عليها البوطه، المهل غنخلي. هادو هما العادات ديالهم هما العمانيين، ماشي بحالنا كيديروا بولفاف. هذا مون طبخه عمانيه بلمسه مغربيه، هنا وعافيه. ولو هنا وعافيه راه ماشي مغربيه. طاجين. هذه القليه، طبعا من القليه كيحطوها هكاك بلا كيزيدوا لها لا قزبر لا حامض لا والو. ما زدت ليها ياك، ها زدت لها شويه شت اللمسه، ما باغيش يهضر وصافي. هذا غدانا. وهذه درت البطاطا مع شويه الكمون وزيت الزيتون والقزبر، ما درتش البصله. وهنايا واحد الشليضات كوكاكولا طبعا. وصافي هنايا شويه زويتنات. هنا شويه الجبن سبايسي. وصافي جالسين مع الفوضى في الطول. وهكا كنقلبوا المصارين. الطريقه شفتي الاستوى. تقلبتي كذا ما شاء الله. شوف لونه كيف. ايوه عاد لازم ينغسل زين. انت درتي خلاص مغسل اليوم، دخلتي فيه ماء. وهنايا كنطيب شنو هي تقليه اللي هي العشاء. المهم درت انا ما كناكلوش هذه الريان، درت غير واحد شويه، واحد 4 طريفات يمكن. ايوا غير شويش و شكامبه فقط. شكامبه نكرشه ديال الخروف هي اللي نسويها ليله العيد، تكون حال العشاء. المهم انا مشاركاها معكم قبل في العيد مع رمضان، كنت سويتها فنفس الطريقه هي. وهذه المقيله السلويه، درت هنايا واحد 2 ريوصه ديال الثوم، يعني 2 رؤوس ديال الثوم فرمتهم بحال هكا رقاقين. وهناك درت شي 2 ولا 2.5 معالق كبار ديال الكزبره ناعمه مطحونه، حب مطحونه، وشويش مع الكمون ما كثرت منه، وملح طبعا. وغادي نخلطهم مزيان وغنخليهم حتى الغدا، غنخليهم في الثلاجه حتى الغدا باش تدخل له التتبيله مزيان. عاد غنطيبهم ان شاء الله. تاهي راه شاركت معكم اخر مره، مي هذه غير هذه بالعظام، كيديروا فيها العظام اللي ما فيهم هذاك المخ. مثلا كديروه بالضلوع وبالكتف، بالرجول كيكون فيه ديك المخ في العظام، ما كيجيش قالت لي ماما ما ديريهش، ما تيجيش فيها. المهم نخلطها مزيان. وهنا بالنسبه للقطبانه ولا المشاكيك درت بحال هكذا البصله مفرومه مزيان. وهنايا هذا الزنجبيل طري، باش لا كان اللحم معص ما تيطيبش يعني كبير، كديروا فيه الزنجبيل طري، كتحكوا فيه واحد شويش والقزبر والبقدونس والبابريكا والكمون والقزبره والملح صافي. وغنخلطهم مزيان بلا زيت، لان الزيت ما تيخليش التتبيله تدخل. المهم احبابي انا دخلت المطبخ ودخلتكم معايا للمطبخ. المهم انا دخلت قبيله شويه شهيت، بغيت ندير الزعلوك اللي هو الباذنجان المشوي مع المهم غنديرو غنشاركو معاكم. شويتو بس على الطباخه هو الفلفل الرومي، صافي شويتهم ودرتهم هنايا في الكيسه، سديت عليهم شويه يبردوا عاد باش نقيهم. وهنايا كيف وريت لكم راه شاركت معكم المقاطع. درت هنايا المقيله ديالتي طيب، المقيله السلويه الطيب اللي بالشحمه. وصافي خليكم معايا، اي حاجه درتهم ويجي الفيديو مقطع ماشي مشكل، كلشي غادي نشرح لكم بالتفاصيل. خليكم معايا اخر الفيديو. المهم بعدا الكندوره المغربيه راه حاضره. هذه كنت خديتها شحال هذه من دابا شي 3 سنين باش ما مشيتش للمغرب. باش جيت اخر مره دابا 3 سنين. كنت خديتها من مراكش وما لبستهاش نهائيا، ديما كنشري حوايجي كيبقاو ما كنلبسهم سبحان الله.
فاليوم عاد جا وقتها حيدت حوايج ديال الصباح ولبست هذه صراحه خفيفه وزوينه. المهم المغاربه راه معروفين بهاد القناضر هادو، الا ما كانوش هاد القناضر ديال العيد الاضحى راه ما كاين والو. يلا خليكم معايا. المهم هاد المقيله راه كتاخذ وقت تقريبا شي ساعتين 3 سوايع، خصوصا انا مناقصه عليها البوطه. وغندوز دابا نقاد في التكتوكه وداكشي اللي بغيت باش نبداو في الشوا. بغينا شويش دابا راه عندنا واقيلا جوج عندنا واقيلا، وبغينا حتى المغرب تاخد شويه الشمس والناس باش نجوعوا مزيان عاد نخرجوا نشوي، لان راه عندنا درجه الحراره واصله 50. يلا خلي هاد المره درت الشحمه. شوفوا الشحمه طحنتها فرمتها بحال هكا وغادي نديرها فوق البوطه نشعل عليها باش تذوب لي شويش. غندير عليها غنزيد عليها 2 كيسان ديال الزيت العاديه ونخليها تذوب مزيان. هاد الشحمه هذه عاد غنضيف عليها اللحم اللي رقدته البارح. المهم هذا من بعد ما دابت لي الشحمه مع الزيت ضفت له اللحم وغادي نقص عليه البوطه بحال كيطيب على الفحم، نخلي البوطه ناقصه بزاف. المهم هنا شوفوه عندي هذه هي اكبر طنجره اللي عندي ما كفاتنيش تتسالي هذه وعاد غنضيف هذه. المهم ضفت له الملح يدقشو لقيتو شويش ناقص الملحه وصافي. دابا غنقص عليه البوطه ما نخليه. هنا بالنسبه لهداك الباذنجان اللي شويته ها هو نقيته وقطعته صغير، والفلفل نفس الشيء مشوي نقيته وقطعته. وهني عندي طماطم اللي فرمتها زين، وهني عندي بقدونس وقلقلان اللي قطعتهم، وبحتاج ليمونه، وطبعا بحتاج زيت زيتون، بزيد هالطماطم وبزيد معجون طماطم مطيشة الحك. وبالنسبه للبهارات بسويها معاكم. هنا خديت طبعا المقله بسوي زيت زيتون، تبغى تسوي زيت عادي، هذا زيت زيتون مال الطبخ. بالنسبه لهذا الطماطم فاحتاجها بهم اثنيناتهم، يعني هذا بطبخه واحده وهذا واحده. بزيت معجون طماطم والبهارات طبعا بضيف ملح. هذا بسوي فيه الباذنجان ملح، البزار، فلفل اسود، بابريكا، كركم. انا باقي كل شيء ما مدايرهش القرايه ديالو، و توم باودر. هذا الكزبره. طبعا هني هذيك القليه بعدها، ما القليه يا رب استغفر الله، المقيله صافي. والحين بضيف الباذنجان. ممكن تضيفوا حتى شويه فلفل معاه، بضيف شويه ما مشكله، ضيفوا معاه الفلفل. الحين بضيف عصرة ليمون وبقدونس وبقلقلان. نضيف زيت زيتون، وهذا الطماطم اللي بقات لي نضيف عليها معجون طماطم، فلفل اسود، كركم
فلفل اسود وبابريكا. توم باودر. بزيد عليها الفلفل. صافي هاي المقبلة الثانية واجدة، وغنحطهم في هاد المقيلات هادو بحال هكا. بالنسبة سميتها المقيلة السلاوية صافي طابت، غير هو نفتح عليها نخليها تخمر شي شويش باش نحيدها نصفيها وندير الاخر. لحم كيف قال صراحة يعني والله حقيقة والله. وبعدين طايب مزيان ما شاء الله. زيدك زيدي زيدي. ما يدعتك فيها شحم لحظة. شكرا. عفوا. وشوف بكرة. المهم غنفتح عليه ونخليه شويه يتحمر. ولا كنهضر نخليه شويه يتحمر باش نحيدو وندير الاخر. صافي هذا هو اللون المطلوب. الحين يا الحبايب خصني نقول لك خصني ارفعها، خايفه تكون حلوه. خلاص اوكي بسم الله. نصفيها من الزيت باش نخلي ديك الزيت هو اللي غنطيب فيه هذاك اللي باقي. نصفيه ونخليه هنا. اوكي المهم هاد الزيت والشحمه خاصني نصفيه. غنصفيو هناك وعاد صافي. ايوا سوي هيك. اقول لك من ارفع انا اسحب هذيك. ايوه اوكي بسم الله ولا الرحمن الرحيم. اوكي غنخليه يسخن شويش عاد نضيف له اللحم. دابا غادي بين ما سخن غادي نقصوا عليه النار لانه غادي يفوح اذا خلينا النار مجهده. نقصوا عليه النار عاد نبداو نحطو. هذا الشوط الثاني يعني نفس الحركه اللي سويت في الاول. على طاري المكيف انا نسيت هذا المكيف شغال. تعال تعال. وهنا يا احبابي كان ثاني عيد راح شاركته معكم. من ديك الساعه باش كنت لابسه هذيك القشابيه في الكحل. المهم درنا هنايا هذاك كيقولوا لهم مشاكيك اللي هما القضبان، درت زعلوك، درت كتوكه وصافي. كان هذا ثاني نهار ديال العيد وجا خويا شاركوا معنا وحطيت داكشي اللي كان عندي، حمص متبل، الزيتون. شوفوا هادو شحال حليلوين هادو الصواني. لقيتهم بقيت شاغله بالضبط فين. المهم خديتهم ديال عيد الاضحى، حتى بلا عيد الاضحى ممكن نحطوا فيهم اي حاجه. ممتاز. هاد النهير شويش زوين داز زوين الحمد لله. كان شويه تعب مشاو هادو القطبان ديالنا مع عارفين واحد كويس اتاي من نعناع، وحطيت شويه الديسير وهذا كان نهارنا. هذا الشوا وهذا اللحم شوا. ما درناش كتير، درنا غير شويش.
هذا اللي كيقولوا محروق راه ما محروقش، بين لهم لداخل، بين لهم اللحمه كي دايره لداخل. شوف هذاك غير ديك البهارات هي اللي كتولي بحال البهارات، هكاك. ايوا من الفوق راه كيتحيد الفوقي. شوفوا الفوق، اعطيني الفوقي، شوفوا ها. طايب زبده. نعم. كيف البزار طلع؟ لذيذ. الزوج الكريم بغى الراس، مو اليوم غير انا وياه، خويا معزوم عند اصحابه، قلت له حط لي غير شويه، راجلي بغى الراس، انا شبعانه ما قادراش. مع فطرنا نيت، فطرنا بديك شو اسمه القليه فيها اللحم والكبده، مقهومه، وهذا باقي. الحمص نجيب الغطا غطي هذه وصفعت، والله ما قادره، شبعانه ناكل هادشي بلا رز، غير هكاك. المهم هذه هي نهايه الفلوق ديالنا. شاركت معكم مقتطفات من 3 ايام العيد. اليوم حنا عندنا العيد الثالث وهو هذا، وصافي الله يرجع لشي بركه. سالينا الحولي. يلا مع السلامه، ولا تنسوني من لايكاتكم وتعاليقكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.